وصفتنا بقى بتاعة النهاردة من ضمن الوصفات كده البسيطة جدا اللي بتتعمل في ثواني وكمان في الطاسة. يعني هي تعتبر من أنواع البانكيك اللي أنا شخصيا بفضلها لأن طعمها رائع جدا، وعلى رغم بساطتها يعني نتيجتها مبهرة بجد وطعمها حلو قوي بالموز المكرمل كده والكاكاو. يعني زي ما انتوا شايفين شكلها ما بتاخدش وقت خالص خالص. لو عندك موزتين كده محدش راضي ياكلهم كده واستووا، هتقدري ان انتي تعملي الوصفة زي الموز اللي انتي شايفاه ده. هندخل في موضوعنا على طول، بس ما تنسيش تحطي لايك وكمان تشتركي في القناة عشان يوصلك مننا كل جديد، وتدخلي كده على القناة عشان تعرفي وصفات اكتر موفرة واقتصادية ان شاء الله تنول اعجابكم زي الوصفة دي كده بالظبط. دلوقتي بقى ابتديت ان انا اقشر كده الموزتين اللي هما كانوا حالتهم يعني زي ما انتوا شايفينها كده. قشرت الموز وقطعته. التقطيع بقى ممكن ترجع لك، يعني ممكن انتي تقطعيه مثلا حلقات كده، ممكن تقطعيه بالطريقة اللي تعجبك، يعني مش شرط بالطريقة دي. دلوقتي بقى ابتديت ان انا احط كده قطعة من الزبدة، المفروض هي كانت تبقى 20 جرام. طبعا القطعة دي تعدي ل20 جرام، دي حوالي 50 جرام، بس عشان كانت متجمدة سبتها تسيح كده وشلت الكمية الباقية اللي انا مش محتاجاها. دلوقتي بقى ابتديت ان انا احط معلقة كبيرة من السكر وسبتها بقى تتكرمل وتوصل للون الذهبي، يعني ما تخلوهاش بني بحيث ان هي متحرقش قوي. لاحظوا ان لسه احنا هنسوي الكيك على الكراميل ده. انا قلبتها مره ولما حسيت ان هي بدات تتجانس كده قلبتها تاني، ما فضلتش اقلبها طول الوقت. ودلوقتي بقى بعد ما الدنيا اتكرملت كده معايا ابتديت ان انا احط عليها شرايح الموز. هحط عليها شرايح الموز هسيبها تقريبا 10 ثواني بس، بما احس يعني ان الموز بس كده بدأ ايه، يعني يمتزج كده مع الكراميل. حاجة بسيطة قوي، مش بنسيب الموز يتهري ولا بنسيبه يستوي ولا اي حاجة، يا دوبك 10 ثواني. وبعد كده سبتهم بقى يبردوا. لازم تسيبيهم يبردوا، ما ينفعش ان انتي تحطي عليهم الكيكة كده وهم سخنين. دلوقتي بقى نبتدي نعمل الكيكة. انا حطيت بضاية واحدة وحوالي 50 جرام من السكر او فنجان صغير من السكر، وابتديت ان انا اقلبهم كده لحد لونهم مفتح شوية، وشوية طبعا من الفانيليا. ودلوقتي حطيت فنجان برضو من الزيت، نفس الفنجان اللي حطيت بيه السكر، وضفت عليهم كمان فنجان من اللبن. اظن مفيش ابسط من كده، فنجان ونص عفوا من اللبن. يبقى 1 سكر وواحد زيت، فنجان واحد سكر وفنجان واحد زيت وفنجان ونص من اللبن. ودي كده معلقة كاكاو كده محترمة انا خلتها وحطيتها على الخليط دوت مع البضاية. وديت كده كوباية من الدقيق. طبعا الدقيق بنضاف له معلقة من البيكنج باودر دوت طبعا اساسي. ابتديت بقى ان انا ادمج كل دوت مع بعضه لحد ما وصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، مش قوام خفيف قوي وكمان مش تقيل قوي. ولعت بقى النار، وبعد ما كان طبعا الموز برد مع الكراميل ولعت النار، وبعد كده قمت جايه حطاهم على طول. انا ما استنيتش، يعني حطيتهم على طول، ما سبتش الموز ياخد تسويه تاني مع الكراميل ولا اي حاجه. على نار هادية خالص. الوصفة دي من أول ثانية لآخر ثانية لازم النار تفضل هادية جدا جدا جدا، علشان خاطر الموز ما يتحرمش كده معاكي ويتحرق، وكمان الكراميل ما يمررش معاكي. غطيت عليها وما كشفتهاش قبل تلت ساعة 20 دقيقة، زي ما اتفقنا على نار هادية جدا. لازم تاخدي بالك من الملحوظة دي. ابتديت بقى ان انا اجيب العصاية بتاعة الشيش كده واختبر بيها الكيكة، ولقيتها استوت ما شاء الله. إيه، ممكن تعملوا بقى الخطوة دي ان انتوا تقلبوها كده في طاسة تانية او حاجة لو انتوا حاسين ان هي ممكن تكون لسه طرية من فوق. وبس كده، ولا ابسط ولا اسهل من كده. ممكن تعمليها اصلا فطار، ممكن تعمليها كده مع الشاي، مش يعني على بال ما تعملي الشاي هتكون هي تقريبا اتعملت. خلصنا الوصفة بألف هنا وشفا. ما تنسيش تحطي اللايك، واشوفكم في وصفات تانية ان شاء الله كده. ويا ريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عندك اي سؤال اكتبوه لي في التعليقات تحت وانا هرد عليكي.